النهارده هقول لكم على 5 اسرار من اسرار التصميمات الرياضيه محدش بيشرحها، وكل سر فيهم هيفرق جدا في شغلك. السلام عليكم ورحمه الله، اهلا بكم في قناه فاست فريم. انا احمد عزازي، وبعد الغيبه الطويله راجع المره دي، بس مش بفيديو واحد، لا المره دي راجعين بسلسله كامله. السلسله دي سميتها اسرار التصميمات الرياضيه. انا عارف ان في ناس كتيره بتتابع صفحات عالميه زي بليتشر ريبورت او 433 او جول، بس دايما في سؤال بيجي في دماغهم لما بيشوفوا تصميمات الصفحات العالميه دي: ازاي تصميماتهم بتشد العين بالشكل ده، وازاي هم بيعملوا حاجه بسيطه بس جامده. النهارده هقول لكم على 5 اسرار من اسرار التصميمات الرياضيه محدش بيشرحها، وكل سر فيهم هيفرق جدا في شغلك. وبدون كلام كتير يلا بينا ونبتدي في اول سر معانا النهارده من اسرار التصميمات الرياضيه. السر الاول معانا النهارده هو البساطه. التصميمات الاحترافيه دايما بتكون بسيطه لكن مش فاضيه. يعني ممكن تلاقي صورة لاعب وكلمة واحدة ولون واحد في الخلفية، لكن كل حاجة مدروسة. انت كمصمم شاطر مهمتك ان انت توصل الرسالة او توصل الاحساس باقل عدد من العناصر لكن باكبر تأثير بصري، وده الاهم في الموضوع. لو خدنا مثال على الكلام ده، مثلا تصميم جول لهالاند، ممكن تلاقي صورة هالاند زائد كلمة جول زائد تأثيرات بسيطة في الخلفية، وهوب تصميم جامد وتصميم بيؤدي الهدف وبيوصل الرسالة بأقل عدد من العناصر، لكن زي ما قلنا بأكبر تأثير بصري. السر الثاني معنا النهاردة هو الهوية البصرية أو الفيجوال ايدنتيتي. كل صفحة عالمية ليها طابع أو ليها شكل ثابت في التصميمات بتاعتها، نفس الخطوط، نفس التدرجات اللونية، نفس الطابع في كل تصميم، بحيث إن الناس أول ما بتشوف التصميم بتعرف مين اللي عمله أو مين اللي اشتغله من غير حتى ما تقرأ الاسم بتاعه. في النقطة دي أنا عايز أقول لك على نصيحة، إن أنت ممكن تشتغل على تمبلت خاص بيك أنت، تحط فيه طابع شخصي ليك أنت وتطوره مع الوقت. ده هيفرق معاك جدا في الشغل بتاعك، إن أنت يبقى لك هوية أو يبقى لك فيجوال ايدنتيتي، الناس تعرف تصميماتك من خلاله من غير حتى ما تقرأ اسمك على التصميم بتاعك. والهوية دي بتتكون من شخصيتك أنت، أو بتكون هي عكسة شخصيتك أنت في التصميم بتاعك. في الناس بتتعلق بيك او بتتعلق بالشغل بتاعك وبتحفظه بمجرد ما بتشوف التصميم او بمجرد ما تشوف الشغل بتاعك. وناجي للسر الثالث معانا النهارده وهو الحركه والزوايا او الديناميك لاي اوت. التصميم الرياضي حاجه مش ستاندرد ثابته، لا التصميم الرياضي تلاقي فيه شادوهات، تلاقي فيه حركه في الخلفيه، تلاقي فيه حركه في الخطوط او في التكست اللي انت بتكتبه في التصميم بتاعك. لان الديناميك لاي اوت اللي احنا بنتكلم عنه ده او الحركه في التصميم بتخلي العين تتحرك معاك في التصميم. اللي بيشوف التصميم بتاعك بيحس ان في اكشن في التصميم. ده نعمله ازاي؟ جرب مثلا بأبسط الامور ان انت ممكن تجيب صورة لاعب تقصها وتميل الخلفية بتاعت التصميم عكس ميل الجسم بتاع اللاعب. وجرب مرة تانية ان انت تحط صورة اللاعب وتحط الخلفية بدون حركة. التصميم اللي انت حركت فيه الخلفية بتاعت اللاعب عكس ميل الجسم هتحس ان في حركة شوية، بعكس التصميم الثاني اللي هو صورة اللاعب والخلفية الاتنين ثابتين ما فيهمش حركة. والنقطة الرابعة او السر الرابع اللي هنتكلم عنه النهاردة هو البطل بتاعك او الهيرو في التصميم بتاعك لازم يكون واضح. وانا شايف ان النقطة دي من اهم النقاط اللي احنا ذكرناها او لسه هنذكرها في الفيديو بتاعنا النهاردة. اللاعب بتاعك او العنصر اللي انت بتعمله التصميم هو ده الهيرو بتاعك. لازم كل حاجة في التصميم تكون بتخدم على الهيرو بتاعك مش العكس. يعني التأثيرات اللي في الخلفية ما ينفعش ان هي تخنق الهيرو بتاع التصميم بتاعك او البطل بتاعك، لازم تبرز اللاعب او اللحظة او الحاجة المعينة اللي انت بتعملها التصميم. في خطأ شائع الناس بتعمله، ان الناس بتحط صور لعيبة كتير في التصميم وبتنسى ان الهيرو بتاعها في التصميم او البطل بتاعها في التصميم ده لازم يكون هو اللي ينفوكس، لازم يبقى كل حاجة في التصميم بتخدمه هو. وبكده نكون وصلنا للسر الخامس معانا النهاردة. الخطوط مش مجرد نص، الخط إحساس. الخطوط في التصميمات الرياضية بتوصل الإحساس. مثلا لو هنكتب كلمة هدف أو جول في التصميم بتاعنا، في الحالة دي لازم نختار الفونت المناسب والوزن المناسب اللي نكتب بيه كلمة جول. الخط أو الفونت اللي هيوصل لنا إحساس الصرامة والجدية هو ده اللي بنكتب بيه كلمة جول، إن إحنا عايزين نوصل الإحساس ده للمشاهد أو نوصل له إحساس القوة في اللحظة دي. لكن لو هنشتغل تصميم أنيق وبسيط، في الحالة دي احنا محتاجين ان احنا نختار برضو فونت يكون مناسب والوزن بتاعه كمان يكون مناسب للتصميم بتاعنا. ما ينفعش في الحالة دي ان احنا نشتغل مثلا بفونت يكون حاد او فونت بولد
يوصلنا احساس القوة والصرامة واحنا بنشتغل تصميم بسيط، مش بنشتغل تصميم محتاجين فيه احساس القوة او احساس بالحركة في التصميم بتاعنا. ممكن ناخد مثال تاني على النقطة دي. مثلا لو هنكتب في التصميم بتاعنا كلمة فول تايم، في الحالة دي لازم نختار خط بولت ويكون بيدينا احساس بالصرامة عشان اللي هيشوف التصميم بتاعنا يوصل له الاحساس اللي احنا حابين ان احنا نوصله له. في الحالة التانية لو حبينا نكتب مثلا بلاير او مان اوف ذا ماتش، فالتصميم ده نختار له مثلا فونت يكون انيق شوية. لو ركزت في الخمس حاجات دول هتلاحظ ان تصميماتك بقت مميزة وانية برغم انها بسيطة. المرة الجاية مش بس هنتكلم، لا احنا هنطبق وهنشتغل تصميم عملي من الصفر وهنطبق فيه كل سر من الخمسة اللي احنا ذكرناهم النهاردة. لو وصلت لحد هنا وعجبك المحتوى بتاعي ما تنساش ان انت تعمل لايك للفيديو وتعمل اشتراك لو انت مش عامل اشتراك وتفعل زر الجرس، وقول لي في الكومنتات ايه اكتر سر من الاسرار الخمسة فرق معاك في شغلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.